السلام عليكم. اليوم جيتكم بفكرة مشروع اللي بغات دير مشروع تدخل صوار. جبت لكم طريقة كيفاه ينجح معاك الزيتون كاسي وما يخسرش. هاي الطريقة قدامكم. نبداو على بركة الله. جبت الزرودية نقطعها مكعبات صغار. انا نشتي نقطعها بهذه الآلة هذه وتقدري ترحيها، ما عندهاش يعني لا ضرر. درت الجزر ودرت الفلفل الحار. دير نفس الكميه اللي ديريها من الجزر هي نفسها كميه الزيتون، هي نفسها كميه الخضار. والخضار لك الاختيار، تقدري ديري زروديه، تقدري ديري بسباس، تقدري ديري اي حاجه انتي تحبيها سواء في المنزل ولا للبيع. هنا السر تاعها وين يكون، جبتهم لكم من عند صنايعي، نصيحه عطاها لي، قال لي باش ما يفسدلكش الزيتون كاسي عفوا تاعك لازم تبيتيه تنحيلو الماء. وكيفاه نحيو الماء للخضار؟ نحيوها له بالملح. هاهما كيفاه درت لهم. درك تشوفوا معايا كيفاه نزيد نقطع الفلفل يعني الفلفل انا تاعي ما قصيتوش مكعبات صغار، لا رحيته، نشتي نرحيه شويه باش يعاون مع الهريسه. نرحيه بصح ما ترحيوش رقيق خلاص يعني تميهوه تردوه ماء، لا، نعطيه ضربه ولا زوج بالروبو فقط. ونشكركم البنات على دعمكم، واللي يدخلوا عندي جدد الف مرحبا بكم معايا. ان شاء الله اللي بغات دير هذا المشروع راح تنجح فيه وما تحتاج انه تحطوه في الثلاجه، تبعي فقط الخطوات. هاو كيفاه يجي. دركا كيفاه ندير له نص مغرف ملح. طبعا انا كميتي قليله يعني ما درتش كميه كبيره. المهم انتي كي تعرفي العبار اللي تخدمي به. بعد ما بيتو ليله كامله، هذه هي النصيحه تاعو، ليله كامله. كي بات ليله كامله طبعا الخضار راح يطلقوا الماء تاعهم. انا واش ندير الماء هذاك نعصرو. بعد ما عصرته ها ونحيت له الماء، تخلصت من الماء، دونك نبدا نداوي. درت له فلفل كحل، تقدري ديري بودره وتقدري ديري حب. درت نص مغرف راس الحانوت، راهي عباره عن فحات مشكله. درت مغرف كبيره تاع بابريكا، تقدري ديري حاره تقدري ديري حلوه وتخلطي. درت مغرف هريسه، انا الهريسه تاعي درتها بالفلفل الخضر يعني ما جاتنيش حاره، عفوا حمراء. تقدري ديري الهريسه تاع البيع. طبعا انت لا راح ديري كميه كبيره كي راح ديري باط هريسه. واما نخلطها مليح مع بعضهم. والزيت درت نص كميه تاع زيت زيتون ونص كميه تاع زيت سونغو. اللي راح تخدموا كمشروع ديري غير زيت سونغو. وهنا زينته بطرونش تاع قارص، والفلفل الطرشي ثاني زدته يعني تاع البيع ماهوش تاع الدار. وزينته بالالوان. الحمد لله الطبيعه راهي يعني خلابه، عطاتنا حوايج يهبلوا. هنا التزيين يبقى اختياري باش تجذبي الزبون. درت هذه الحوايج هذو، وانا درته يعني للامانه للبيت. هذا فلفل حار صغير او حار جدا جدا، وزينت به. وان شاء الله البنات تنجحوا فيه وتتركوا لي احلى تعليق وجام. وما تنساوش تبارطاجيو قناتي مع ناسكم وحبابكم. ويومكم طيب ورمضانكم مبارك، وفي امان الله وصحة فطوركم. أقبل تعال فالشوق طال.